أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مجددا مع الحلقة 16 من برنامجنا وقفات مع التاريخ الحضرمي. وسنستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية في استعراض المشروع الثقافي لليمننة. وقد قلنا في الحلقة السابقة أن المرتكز الثاني للمشروع هو ربط أنساب قبائل عديدة في الجزيرة العربية بسبأ وحمير، والادعاء بناء على ذلك بأنها قبائل يمنية ومساكنها بالتالي مساكن يمنية، وهذا مبني على أسس واهية. منها إن هذا الزعم يفترض أن جنوب الجزيرة العربية كان خاليا من السكان قبل ظهور سبأ وحمير، وهذا عين الكذب، حيث أثبتت النقوش أن مملكة معين والتي ظهرت في منطقة الجوف كانت أقدم من مملكة سبأ، حيث يقدر ظهورها بعض علماء الآثار بسنة 1500 قبل الميلاد. وجاورتها مملكة أخرى واسعة المساحة امتدت من شبوة إلى ظفار، وقدر سنة ظهورها بسنة 1300 قبل الميلاد على أقل التقديرات، وهي مملكة حضرموت. هذا قبل أن تظهر مملكة سبأ، وقبل أن يظهر اسم سبأ في التاريخ بمئات السنين، حيث قدر ظهور مملكة سبأ بسنة 800 قبل الميلاد. أما مملكة حمير فلم تظهر إلا سنة 115 قبل الميلاد، فكيف يكون حمير وسبأ جدا لحضرموت؟ وعندما ظهرت مملكة سبأ استطاعت بعد سنوات من الصراع أن تضم مملكة معين التي سقطت وذاب شعبها في الشعب السبئي، بينما بقيت حضرموت وبقي اسمها حتى بعد سقوطها على يد مملكة سبأ وذي ريدان سنة 300 للميلاد. ومع ذلك احتفظت بهويتها وباسمها في الاسم الجديد للمملكة الجديدة التي صار اسمها مملكة سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت. فلماذا لم تذب حضرموت كما فعلت الممالك الساقطة تحت الحكم السبئي كمعين وقتبان؟ وهذا ما يؤكد أن حضرموت هوية مستقلة، ويؤكد أن حضرموت امتداد جغرافي مستقل ولد ليبقى. وقد استمرت الهيمنة السبئية على حضرموت مدة بسيطة، حيث أسقطت مملكة سبأ وذي ريدان على يد الأحباش، وتحررت على يد الفرس الذين جاء بهم ملك حمير سيف بن ذي يزن. وعندما وقعت مملكة سبأ على يد الأحباش رجعت حضرموت تحت حكم ملوك محليين حتى ظهور الإسلام، لكنها فقدت وحدتها السياسية منذ ذلك. هذه سبأ التي ربط الهمداني ومن سبقه ومن تابعه نصف قبائل الجزيرة العربية بهم، وعد القبائل الساكنة في اليمن والمناطق المجاورة له من أبناء كهلان بن سبأ. وكذلك فعل مع اسم حمير الذي ربطه بالقبائل الساكنة جنوب صنعاء وامتدادا إلى الشرق إلى حضرموت. وحمير في الأصل قبيلة حضرمية وحمير في الأصل قبيلة حضرمية كانت ولا زالت تسكن ما يعرف بمنطقة الواحدي غرب حضرموت. وقد حدد الدكتور جواد علي في كتابه قبل الإسلام بالنظر إلى النقوش قال: وقد كانت حمير في الأصل إلى الشرق من هذه المنازل، أي منازل ظفار وذي ريدان، وكانت تؤلف جزءا من أرض قتبان بيحان وتتصل بحكومة حضرموت وتقع في جنوب ميفعة، صفحة 516 الجزء الثاني. ولا زال اسم حمير معروفا عند سكان منطقة الواحدي حتى الآن. وقد ذكر نقش حضرمي قديم أن ملك حضرموت بنى على وادي حجر تحصينات لمنع قبائل
حمير من مهاجمة عاصمة حضرموت شبوة. وقد تمدد فرع من هذه القبيلة غربا، حيث أسس مملكة حلت محل قتبان والتي كانت في بيحان، واحتلت حصن ذي ريدان، ومن ثم توسعت غربا وجنوبا، وجعلت مدينة ظفار التي بالقرب من إب ويريم عاصمة لها. وهي مناطق من المؤكد أنها كانت مسكونة قبل ظهور مملكة حمير، وقد ظهرت فيها ممالك سابقة، وأصبحت كافة هذه المناطق تتبع حمير سياسيا. فجاء النساب المتأخرون وعدوا كل سكان هذه المناطق من حمير، حيث يعد النسابة رعين من قبائل حمير، بينما أن مملكة رعين كانت من الممالك السابقة التي سقطت على يد الغزو الحميري للجنوب اليمني. وقد تيمنن اسم هذا الفرع من حمير، فجاء الهمداني وأمثاله فعدوا كل من ينتسب إلى حمير يمنيا، بينما بقيت حمير الأصل في أماكنها في حضرموت. لكن الهمداني وجد في اسمها ضالته، حيث جر حضرموت نحو اليمن، كما أن حمير التي انتقلت غربا لم تحضرم المناطق الجديدة التي سكنتها، وإنما الأرض يمننت أهلها. كذلك لو قلنا بوجود قبائل نزحت من اليمن إلى حضرموت فإنها بلا شك ستتحضرم ولن تيمنن الأرض الحضرمية. ومن هذه الاختلاقات كذلك التي ذكرها صاحبنا أنه عد قبيلة كندة الحضرمية من سبأ، في حين أنها في الأصل كما تدل النقوش كانت تسكن المنطقة الواقعة بين جنوب نجد وشمال حضرموت. وقد ذكرت في عدد من النقوش الحضرمية والسبئية باعتبارها قبيلة بدوية تسكن هذه المواضع التي ذكرناها. وقد استطاع فرع منها تأسيس مملكة لها في عاصمة الفاو، في منطقة نجد، وحكمت مناطق واسعة في نجد. وذكر الدكتور جواد علي على أن كندة كانت تسكن منطقة الأفلاج حوالي سنة 180 ميلادي. وبعد سقوط مملكتها اتجهت قبيلة كندة أو جزء منها إلى أودية حضرموت الخصيبة، حيث اندمجت مع السكان المحليين. بينما يرى بعض المؤرخين أن منازل قبيلة كندة الأصلية كانت في البحرين، وهي المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وسواء صح هذا أو لم يصح، إلا أن المؤكد أنها لم تكن في اليمن إطلاقا، ولا صحة للزعم بكونها من كهلان بن سبأ. وقد جاء في النقوش اسم زعيم لهذه القبيلة اسمه ربيعة آل ثور. زعم الهمداني أنه جد لهذه القبيلة وربطها بكهلان بن سبأ، وكل هذا وهم. ومن ذلك كذلك اعتباره قبيلة مدحج، والتي يعتقد أن منها سكان المناطق الواقعة بين حضرموت وأبين كانت تسكن مناطق جبل طويق جنوب نجد مجاورة لقبيلة كندة، لكنها بسبب ضغوط الممالك الشمالية خصوصا الإمارة اللخمية في الحيرة ونجد فقد اضطرت إلى الهجرة نحو الجنوب، كما قال الدكتور جواد علي، حيث قال أن هجرة كندة ومدحج وبقية أعراب نجد كان نتيجة لغزو العرب الشماليين لهم، مما أدى إلى استيطان قسم كبير منهم في العربية الجنوبية ودخولهم في جيوش مملكة حمير. انتهى كلامه، الجزء الثاني صفحة 552. ومن أكاذيب أبو الحسن الهمداني لسان اليمن غفر الله له أنه عد حضرموت ابنا لحمير الأصغر في صفة جزيرة العرب صفحة 167، وعده في الإكليل ابنا لسبأ الأصغر صفحة 321 الجزء الثاني.
وحضرموت وظهورها كان قبل سبأ وحمير بمئات السنين، لكنها محاولة منه أو ممن سبقوه ليمننة حضرموت. ولا يوجد دليل واحد على صدق سلاسل النسب التي ساقها الهمداني وأمثاله، وقد دفع هذا عددا من علماء اليمن نفسه لرفض هذه الأكاذيب، واعتبار النقوش اليمنية هي المصدر الوحيد الموثوق للتاريخ اليمني القديم. وقد ذكر أحمد حسين شرف الدين في كتابه دراسات في أنساب قبائل اليمن، قال: لهذا كان لزاما على كل من يهمه معرفة تراثنا العظيم وحضارتنا التليدة البحث عنها في مظانها الحقيقية ومصادرها الحقيقية وليس غير النقوش. صفحة 21. ثم نقل كلاما للقاضي عبد الرحمن الأرياني، قوله عن النقوش أنها دون شك المصدر الأول، ويأتي بعدها ما كتبه علماء الغرب المستشرقين، وعلى هذين يجب أن يكون اعتماد من يريد البحث عن تاريخنا العظيم. انتهى كلامه. وعلق شرف الدين على الهمداني قال: وهذا الخلط والتهويش من الهمداني كان يضطرانه في أكثر الأحيان إلى مناقضة أقواله، الأمر الذي جعل المؤرخين ينسبون إلى التاريخ اليمني وكذا الأنساب التخليط والالتباس. انتهى كلامه. صفحة 64. وذكر الدكتور جواد علي على أن الروايات في تاريخ العرب قبل الإسلام فيها العصبية القبلية والتحزب، فيجب أن ننظر إليها بحذر شديد. الجزء الثالث صفحة 318. وقد اقترب العلامة الحضرمي بمطرف في كتابه القيم ملاحظات على ما ذكره الهمداني من الطعن في المشروع الثقافي لليمننة، حيث أنكر بشدة إلحاق عمان باليمن، وفند كافة الأسس التي قامت عليها دعوى يمننة عمان، لكنه لم يستطع إخراج حضرموت من هذه المظلة كما فعل مع عمان، رغم أن الأسس واحدة، وكل ذلك بسبب كونه كان تحت الرقابة اليمنية الجنوبية، فالتزم الصمت فيما يتعلق بحضرموت. كما أن مؤلفا آخر اسمه عبد الواحد راغب كتب كتابا سماه مغالطات في المؤلفات اليمنية، طبع في القاهرة، عارض هذا المشروع الثقافي لليمننة، لكنه ركز على رفض الدعاوي اليمنية الثقافية والسياسية في مناطق عسير والشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وهو محق في ذلك بسبب الاستقلال السياسي الذي تمتعت به هذه المناطق على مدى تاريخها، لكنها حيث أنها لم تتبع حكم صنعاء المباشر إطلاقا. هذا الاستقلال السياسي هو الذي أسقط المشروع الثقافي ليمننة عمان. أما حضرموت فبسبب فقدها للاستقلال السياسي في 50 عاما المنصرمة، وبسبب تخاذل علمائها في رد دعوى اليمننة، فقد وقعت في المأزق التاريخي واستسلمت لمشروع ثقافي باطل أصبح قاعدة للتوسع والهيمنة اليمنية. وقد قيل قديما: يستاهل البرد من ضيع دفاه. وإذا أرادت حضرموت أن تستعيد شخصيتها المستقلة وهويتها التاريخية المؤكدة، فعليها أن تواجه هذا المشروع الثقافي لليمننة وترفض كل دعاوي هذه اليمننة، لأنها كلها دعاوى قائمة على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ختاما نستودعكم الله، مذكرين لكم بعنوان حلقتنا قبل الأخيرة، والتي ستكون بعنوان الهوية الحضرمية المختطفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.